اهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد وهعرض معاكم مشتريات الشهر. فيديو نازل متاخر شويه بس عشان كان عندنا امتحانات الفتره اللي فاتت، اخدنا الاجازه، فقلت لازم اشارك معاكم الفيديوهات اللي اوريدي انا كنت مصوراها. فده فيديو مشتريات الشهر، هوريها هقول لكم على تركات هتفرق معاكم جدا جدا. تعالوا نشوف احنا جايبين ايه. قبل ما نبدا، اللايك للفيديو ما تنسوش، كومنت حلو منكم، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هبدا معاكم بالمنظفات. الفيديو ده انا عاملاه على يومين، تمام؟ عشان بس ايه، ابقى صادقه معاكم. اول حاجه انا جبت المنظفات، وما بقيتش اجيب المنظفات من اي هايبر ماركت خالص، بقيت اجيبها من محل منظفات اللي بيبقى موجود في اي مكان، تمام؟ بتبقى اوفر وبتبقى كمان ارخص بكتير جدا. طيب انا بقى هنا عملت معادلة حلوة قوي لمسحوق الغسيل. جبت 2 كيس من الباهي. الكيس ده اللي هو ب30 جنيه، بيبقى 650 جرام. كان محل منظفات عامل عليه عرض الكيسين ب50. جبت كيسين، وجبت كمان كيس، جبت كمان كيلو من المسحوق ده اسمه ستار كلين ب30 جنيه. حلو جدا جدا يا بنات، للأمانة ريحته مش قوية لكن هو بينظف كويس جدا. طيب دول هيكفوكي؟ لا، تعالوا اقول لكم احنا هنعمل ايه. انا جبت كيسين. الكيسين هنقول حوالي كيلو وربع او كيلو و300 جرام، وادي كمان كيلو، يبقى كده عندي 2 كيلو و300 جرام. جبت عليهم كمان ب10 جنيه زهرة بيضة. زهرة بيضة، ايوه، زهرة بيضة. عايزة اقول لكم بتخلي الغسيل مزهزه كده وتحفة تحفة تحفة. بحط الزهرة البيضة، وبحط الصابون ده، وكمان سوري، الباهي ده والمسحوق التاني دوت. وكمان تقدروا تبشروا صابونة غسيل اللي هي البيضة دي، عارفينها اللي كنا زمان اهالينا كده بيغسلوا بيها، بيخلي الغسيل تحفة يا بنات. طيب ده هيكفيني طول الشهر؟ للأمانة لا، هو مش هيكفيني، بس انا هقول لكم انا جبت ايه جنبه عشان اظبط ميزانية مسحوق الشهر. انا هستخدم المسحوق البودر دوت في الحاجات الالوان كلها. طيب جبت كمان علبة لهلوبة، لقيتها ب35 جنيه. انا عايزة اقول لكم ان هي في كتالوج مايوي اصلا اغلى من كده بكتير. دي ليا 450 جرام، جبتها بالصنوبر، انا عندي بالخوخ فجبت واحدة بالصنوبر ب35 جنيه. بريكس طبعا ما بستغناش عنه، جبت كيسين عشان اوريدي عندي 3 اكياس. جبت بقى هنا ايه، ده طبعا جيركن ده بتاع كلور الوان، مليته 2 كيلو ب20 جنيه، تمام سايب. وكمان الجيركن فريدة ال4 كيلو ده جبت فيه 4 كيلو برسيل جل، الكيلو كان عامل 7 جنيه. والموف ده انا عايزه اقول لكم صابون مواعين بريل تحفه 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 يا بنات. انا اول مره، مش انا من ساعه يعني ما جيت هنا اكتوبر وانا بجيبه من المحل دوت. تحفه يا بنات، حلو جدا جدا. الكيلو فيه ب9 جنيه. البرسيل جل اللي في ايدي ده الاسود ده، جبت فيه خلطة غسيل بيضة، بتبقى اسمها كده خلطة غسيل، بتجيبيها من عند محل المنظفات، بتحطيها في الملابس البيضة اللي هي شديدة ايه الاتساخ، تمام؟ فريدة ده مش فريدة الاصل يا بنات. انا كنت بجيب لحد الشهرين اللي فاتوا كده كل حاجة من الشركات، لقيتهم غالي جدا. انا جايبة فريدة ده 2 كيلو ب15 جنيه، في حين ان جيركن فريدة ده ال2 كيلو تقريبا واصل 85 90 جنيه. انتوا متخيلين؟ والله يا بنات وريحته تحفة جدا. دوري على محل منظفات جنبك يبقى الجودة بتاعته كويسة، يبقى حد بيراعي ربنا، هتجيبي منه الحاجات وجربيها مرة، وجربي مرة واتنين وتلاتة. في حاجات صغيرة زي ما قلت لكم، الكوريل ده انا جايباه كورولكس الوان سايب، كل حاجه سايبه. البرسيل جل ريحته تحفه، بينضف حلو قوي، بحطه مع الجنسات والملابس الغامقه ويبقى حلو قوي. تمام، خلصنا كده من بند المنظفات. تعالوا اقول لكم جبت ايه تاني. جبت الحاجات دي، كنت عامله معاكم الفيديو اللي قبل ده جوله في العصيمي، كنت جايبه المشتريات دي، هعرضها كده معاكم. كنت جايبه لبنيتا ده، الزبادي ده يا بنات تحفه بجد. والحلاوه برضو حلوه جدا. الحلاوه بتاعتهم بقى انا جربتها دلوقتي، لا حلوه، ويعني مش اللي هي المسكره اللي هي تضايقك كده، لا حلوه قوي. وسمنة روابي بالقشطة دي في المعجنات والمخبوزات يا بنات فظيعة. اعملي بيها شوية قرص كده طرية كده بلبن، تحفة تحفة تحفة. طبعا انا جايباها لكن مش بستخدمها طبعا في الحلويات، في الاكل انا بجيبها للحلويات.
عفوا للمعجنات كده، لان طبعا مش هنلاحق سمنه بلدي على كل اكلنا. فدي بتسند معايا حلو قوي يا بنات. دي كانت عامله تقريبا 150 او 152. وجبت كده تشكيله من البيكنج باودر، جبت تاج الملوك ده. تقريبا انا جايبه تاني بس ممكن يبقى في الشنطه التانية. بصوا بقى ملح النور ده يا بنات، انا كان بقالي فتره مش لاقياه. هو الكيس ده ب5 جنيه، بس مش قادره اقول لكم هو الملح ده نضيف قد ايه وحلو قد ايه. انا وقعت في غرامه. حلو جدا. زيت صني ده برضو كان عاملين عليه عرض تقريبا ب190 حاجة كده. ده اللي هو ال2 كيلو و400 جرام، مش ال2 كيلو و200 جرام. حلو قوي وزيت نضيف كده. تحس ان الزيت لونه فاتح قوي كده بيبقى. واهم حاجة ان هو ما يبقاش فيه زيت النخيل او متكرر، بيبقى زيت عباد شمس صافي. جبت كمان بقى كنور ال11 بهار وبهارات البطاطس. حلوة قوي برضو. مش عارفة تقريبا كان ب4 جنيه ب5 جنيه في الحدود دي كده يعني. جبت من دي 6 وجبت من دي 6. بصوا بقى البرسيل الجل الاسود ده انا بجيبه للعبايات السوداء والجواكت السوداء والحاجات دي كده. اولا ريحته بتبقى حلوة قوي. تاني حاجة بيخلي الملابس السوداء دي فعلا زاهية كده ولونها مش بيبهت. والسكر ده كان تقريبا ب31. طبعا دول مش بيكفوني، انا بجيب قصادهم من التومين 2 كيلو 3 كيلو كده. وكمان بقى جبنا بيكنج جايبه اهو بيكنج باودر ده شاي العروسه اللي هو تقريبا 100 جرام. تقريبا. فانيليا دريم دي تعالى اقول لكم بجد، هاتوا فانيليا دريم ما تجيبوش كوكس. فانيليا دريم 2 جرام، كوكس 1 جرام. ففانيليا دريم الباكت بتاعها ب2 من كوكس، وهو السعر دي بجنيه ودي بجنيه. جبت كمان بيكنج باودر دريم. وانا كان عندي برضو يعني، بص انا بحب البيكنج باودر قوي يعني. جبت ابو عوف ده حلو قوي. النسكافيه ده بصوا هو مش حلو قوي للامانه يعني، عشان ابقى صادقه معاكم، بس شغال. يعني شغال. كان تقريبا ب61 50 جرام في الحدود دي كده. جبت دي الاحلى ده كان عامل 18 جنيه. الجديد ده انا جربته كتير جدا. آه ده جايباه بقى من بيم. جايبه الدقيق ده من بيم. حلو قوي يا بنات. وجبت 4 كيلو بيكفوني الشهر وزيادة كمان. بعمل بقى معجنات بقى للفطار ومعجنات للعشاء. صينية كيك الولاد يفطروا ويتعشوا بيها. حلو قوي. الجلاش برضو ده جلاش السلام ده تقريبا 350 جرام عامل 11 جنيه. فهو حلو يا بنات على فكرة، وهاتوه يعني مش وحش خالص. بس جبت شويه الحاجات دي كده. دي اللي انا جبتها من الهايبر ماركت، او دي اللي جبتها من السوبر ماركت. تعالوا اقول لكم بقى على شويه تريكات انا جبتها. بس جبتها من العطار. بتوفر معايا يا بنات. لاحظين انا لا جايبه رز ولا جايبه مكرونه ولا جايبه. بص يعني الدقيق ده لو ما كانش عليه عرض انا ما كنتش هجيبه للامانه. انا كنت هجيبه من العطار العادي. بس دي الحاجات اللي انا جبتها. وتعالوا بقى نشوف انا جبت ايه من العطار. مالناش دعوه كده بقى بالسوبر ماركت. انا جبت الحاجات اللي هي العاديه خالص. بصوا بقى جبت ايه من العطار. هتقولي لي جبت من العطار ليه؟ طبعا انتوا عارفين العطار بتبقى حاجته ارخص بكتير. جبت كرتونه البيض دي كانت عامله 160 جنيه. كانت تقريبا في العصيمي تقريبا 100 دي كانت لا كانت ب158. كانت في العصيمي بقى اكتر بقى، كان مش عارفه ب170 في الحدود دي. زيت شطاره ده حلو جدا يا بنات. بصوا الازازه دي انا اول ما جيت فتحتها واخدت منها ما كانش لسه عندي زيت. كان عامل عليها عرض اللتر كامل ب 65 جنيه. وعبور برضو كان عامل عبور لاند اللي هو النص كيلو. كان عامل عليها عرض ب 40 جنيه. السمسم الربع كيلو ب40. وجبت ب100 جنيه لبن بودر. هو بقى لبن بودر اصلا بقى ب300 جنيه. انتوا متخيلين؟ كمان بقى خلطة كنور دي اللي هو المفروم عايزة اجربها. دي كانت عاملة 18 جنيه. بصراحة انا استغلتها بس قلت خلاص بقى بدل جبتها خلاص. وجبت ب30 جنيه كاكاو. انا ما بقتش اروح اقول له انا عايزة وزن قد كده يا بنات. انا بجيب كل شهر بجيب ب100 جنيه لبن بودر. هي ال100 جنيه اللي هجيب بيها اللبن البودر. مش هروح اقول له انا عايزة ربع انا عايزة نص، لان كل ما تقولي عايزة نص عايزة ربع كل ما هتبقى اغلى من الثمن اللي انت كنت بتجيبي بيه قبل كده. جبت كمان الرز ده كان عامل 25 جنيه. الرزاية حلوة وبتشرب مية كويس جدا يعني ايه.
حلوة. جبت زي ما انتوا شايفين كده 10 كيلو. بصراحة هشيل 5 دلوقتي و5 هشيلهم لرمضان. كل شهر كده بحاول ان انا وانا بجيب حاجة البيت اشيل حاجة لرمضان، بحيث لما اجي اول رمضان ما بقاش الضغط عليا جامد. فاهماني؟ يعني انا دلوقتي مثلا بجيب رز، لا هجيب رز دلوقتي ورز رمضان، بحيث ما يجي كده علينا رمضان ما يبقاش الضغط او يرهق الميزانيه طبعا. ربنا يكون في عون الحاج صاحب البيت بقى، دروس بقى ورمضان ومدارس وكده. فهو يعني بنحاول ان احنا نقسم الدنيا، ما نجيبهاش مره واحده، وتاني مره ما نزنقش الدنيا علينا. طيب المكرونات كانت عامله 18 جنيه. انا عايزه اقول لكم اقل كيس مكرونه كان في العصيمي كان بجد كان ب 26 جنيه. انا جايبه المكرونه، لما تلاقي المكرونه صفرة كده وحلوه تجيبي منها. انا عندي اسباجيتي وعندي كمان اقلام وعندي لسان عصفور. جبت 4 كيلو من المكرونه، كيلو تحمير، 2 كيلو هلاليه وكيلو شعريه. جبت كمان بقى ب 30 كمون، 30 فلفل اسود، وب 10 جنيه كزبره. البهارات اللي ناقصاني، انا كان عندي بهارات فراخ والحاجات دي خلاص بدل عندي، مش بجيب بصراحه. يعني بدل الحاجه موجوده عندي مش بجيب حاجه بديله ليها. زي شايفين بقى الاسعار دلوقتي عامله ايه، والاسعار في السوبر ماركت عامله ايه. بصوا بقى، تعالى اقول لكم فكره برضو هتعجبكم قوي. لما تروحوا تجيبوا حاجاتكم حاولوا تسالوا عن الحاجه جمله بكام. بص، كيلو اللبن البخير اصلا من 37 ل 40 جنيه على حسب المنطقه اللي انت فيها. طيب، انا مش بعرف اشرب شاي بلبن خالص، باللبن اللي هو الحليب. جربت بصراحة كتير بس مش عارفة. بجيب لبن حليب بس بقى ايه، يعني انا يعني خلاص انا طعم بخير وده مش عارفة ابطله. فروحت للعطار اللي بجيب منه، قلت له طب انا لو خدت منك الكرتونة كلها على بعضها هتبقى بكام؟ يعني عمل لي حسبة كده، المهم الكيلو وقف عليا ب34 ونص. فده حلو جدا. انا لو جبت بالكيلو اقل حاجة انت في الاسبوع لو هتقولي هتمشي على قد ميزانيتك قوي هتجيبي في الاسبوع مثلا 3 كيلو، صح؟ طيب 3 كيلو، شوفي انت هتوفري فيهم قد ايه. هتوفري فيهم بتاع مثلا 5 جنيه في كل كيس. فهاتي كده كده احنا كل شهر كل اسبوع بتطلعي مثلا الرينج 100 جنيه. انا جبت كرتونة اللبن كلها ب 415. بدل ما كل اسبوع هطلع 100 جنيه، و100 جنيه مش هيجيبوا لي اصلا ال3 كيلو لبن. انتوا معايا؟ فدوري على عطار كويس يكون بيبيع الحاجه بالجمله، واسالي عن ايه بالجمله تقدري تجيبيه وتوفري فيه. ومعلش اعملي كده، ما انا كده كده هتصرفي تمن اللبن طول الشهر. لا، مره واحده هاتيه وريحي دماغك. التمر ده يا بنات تحفه جدا جدا. جبت الكيلو ب45 جنيه. انا ما ينفعش شهر ما يبقاش عندي تمر. بص التمر ده كنت جايباه والله العظيم ب50 جنيه، اغلى منه بس ما كانش حلو. بصوا بقى التمرايه دي ما شاء الله عليها اللهم بارك عامله ازاي، وبصوا التمرايه التانية والله العظيم وكان رخيص، ده يعني ده ارخص من ده ب5 جنيه، بس ده احلى بكتير. بجيب كل شهر كده كيلو، بيبقى بقى حلو كده جنب كوباية قهوة تمريتين، بصراحة يعني حلو جدا. والتمر مفيد جدا جدا، ولازما الولاد كمان يتعودوا عليه. بس وبيدي طاقة. يعني انا فترة الامتحانات دي كنت الصبح بحاول ادي لجوجي 3 تمرات، حتى لو ما اكلتهمش مرة واحدة طول ما هي ماشية على المدرسة تاكلهم. ممكن الولاد بيستصعبوا الحاجات اللي مش مفيدة دي، والله بيروحوا للحاجات الضارة خالص. عايزة اقول لكم اللبن البودر ده لبن نيوزيلندي الكيلو ب 300 جنيه، وانا يعني بقيت مصدومة من الاسعار، كل شهر بتغلى عن الشهر اللي قبليه. فاحنا لنا الله بصراحة يعني. بس طبعا بينفعني في المخبوزات، في الكيكات. انا عايزه اقول لكم انا دلوقتي تقريبا ممكن اعمل الكيك بلبن بودر بس، وده ماشي عليه بقالي سنين. فاللبن بودر والله يا بنات من الاساسيات، اللي تقولك مش اساسي والله اساسي. بينفعك. ولو انت اصلا ما عندكيش لبن حليب هو بينفعك. بتعملي بيه كيك للولاد، بتعملي بيه بسكوت، بتعملي بيه لو عامله شعريه بالليل كده تدفي الولاد، بيمشي برضو معاكي. فلا والله بجد جربوه وخلوه اساسي في مشترياتكم، هيفرق معاكم جدا. علبة الرز بقى، بصوا انا بحط كده زي ما انتم شايفين في الرز ورق لوري وكمان ملح، يعني بحيث ان هو ما يجراروش اي حاجة يسوس الكلام ده كله. بس طبعا احنا في الشتاء مش بيجراله حاجة، بس انا برضو يعني للايه، للاحتياط بحط كده. هحط زي ما انتوا شايفين معايا هنا 5 كيلو، وهنشيل ال5 كيلو التانيين زي ما احنا قلنا في مشتريات رمضان. انا جبت برضو حاجات تانية
بس ما عرضتهاش معاكم لاني جبتها بصراحه بعد ورد، فكسلت اصور. برضو جبتها رمضان، فكل شهر كده انا ماشيه كده قبل رمضان بكام شهر. ببدا طبعا انا وجوزي بقى بنبدا نشوف ميزانيتنا وكده ونظبط الدنيا، وكل شهر بنجيب حاجه. بيجي عليك رمضان تبقى ماليه بيتك خير وبركه وكل حاجه، وطبعا البركه دي بتاعت ربنا، ولازم ندعي كويس. والله يا بنات ادعي ادعي دايما. بصوا الدعاء ده بجد فعلا زي ما بيقولوا مفتاح الفرج. ادعي دايما بالبركة في ايدك، ادعي دايما بالرزق لبيتك. لا الدعاء ده حلو قوي والله. يعني انا اعملوا كده سيرش عن دكتورة هالة سمير. طبعا مش محتاجة، انا مش بعمل لها دعاية، مش محتاجة اصلا مني دعاية. دكتورة هالة سمير بجد يا بنات غيرت في الواحد حاجات فوق ما انتوا تتخيلوا. الله يبارك لها بصراحة. دكتورة كده تخليكي يعني مش تحبي دينك، تخليكي تفهميه بسلاسة. بس فزي ما انتم شايفين كده حطيت البيض في المنظم بتاعه وشلت برضو الزيت. يعني زي ما انتم شايفين انا بحاول ان انا افضي كل حاجة في منظماتها. بتلاقي الدنيا معاكي سهلة، بتلاقي الدنيا معاكي حلوة ومترتبة، نفسك بتبقى مفتوحة اصلا لوقفة المطبخ. حلو قوي. بصوا الشعرية ما شاء الله صفرة ازاي. معلومة، لو انتوا بتجيبوا المكرونات سايبة زي كده ما تجيبوش اي مكرونه بيضه. البيضه دي بتبقى منشيه قوي، لكن الصفرة دي بتبقى النشا بتاعها قليل كده ومش بتعجن خالص. بصوا انا قلت لكم ما جبتش اسباجيتي، كان عندي 2 كيلو من مكرونه كايرو دي، كان برضو جوزي جايبها لي كده من مكان جنب الشغل بتاعه. فبصراحه انا كنت تقريبا تاني مره او تالت مره اجربها. بس هي بصراحه حلوه جدا يا بنات، وسعرها برضو ما هوش عالي. تقريبا كان جايبها لي ب22، بس الكلام ده من كام شهر لانه كان جايب لي كميه يعني. فضيتها بقى كده في المنظم. ويعني زي ما انا قلت لك حاولي يعني تخليكي وانت واقفه في المطبخ كل حاجه حواليكي منظمه وكل حاجه حواليكي سهله. انا هجيب علبه المكرونه دي، هجيب من هنا مش عارفه برطمان ايه، فهتحبي وقفه المطبخ ومش هتبقي زهقانه ومش هتبقي قرفانه، مش هتبقي يا انا لسه هخش اجيب الكيس ده وبعدين تاخدي من الكيس تحطيه في الضرفه فالضرفه يوقع. لا، كده احسن بكتير بكتير قوي كمان. رتبنا بقى معاكم زي ما انتم شايفين كده المشتريات بتاعتنا والحاجات دي كلها اللي لسه ما استخدمتهاش هحطها في التربو. انا مش بستخدم، انا بس اللي بستخدمها بحطها كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون افدتكم لو بمعلومة صغيرة. ما تنسوش بقى اللايك، وكمان لو يعني تقدروا تشيروا الفيديو لاصحابكم كده. وان شاء الله تشوفوني واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة وباي باي.